يسرنا في تلفزيون الغربة أن نستقبل العضو المسؤول عن إعداد المسابقات الخطية السنوية في ميراث في البال، السيدة ماري أزي. ماري، أهلا وسهلا فيك بتلفزيون الغربة. شو بدك تحكي لنا عن ميراث في البال العام 2016؟ أنا دوري بميراث في البال من لجنة المسابقات الخطية. كل سنة خلال ال4 سنين الماضية نجتمع مع لجنة المسابقات الخطية مع لجنة التربية بميراث في البال برئاسة الدكتورة روزماري سليمان، ونحضر الفيلم المطروح للسنة وبنقرر إذا كان الفيلم مناسب لتلاميذنا اللي عم بيدرسوا اللغة العربية بأستراليا ومناسب لحضاراتنا وتقاليدنا العربية. السنة قررنا إنه نحضر التلاميذ تمثيلية جورج خباز غدي، لأنه لقينا إنه غدي فيلم معاصر بحبوا التلاميذ وبدرسهم اللغة العربية بطريقة شيقة، بطريقة مسلية، وبنفس الوقت بعلمهم دروس أخلاقية حلوة. بالسنوات اللي سبقت عملنا بنت الحارس لفيروز، بنت الجبل لسلوى القطريب، سفر برلك كمان سنة فيروز نسيت أذكره بالأول، وكمان والموال، فيلم الموال لصباح السنة الماضية. لا ماري، كيف بتصلحوا المسابقات وبتحطوا العلامات؟ اوكي، اول شيء بنحضر الفيلم انا واساتذه من لجنه المسابقه، من بيناتهم الزميله أديل نوح والزميله نورما مارون. بنحط الاسئله بنحط الاسئله المناسبه وبنرجع نلتقي بلجنة التربية برئاسة الدكتورة روزماري سليمان، بنتشاور سوا على الأسئلة إذا كان الأسئلة مناسبة للتلاميذ أو لا، ومنشيل منها منزيد عليها، وبنعمل نسخة للتلميذ ونسخة للمعلم المصحح لحتى نساعد المصححين. يعني الأسئلة من ضمن الفيلم اللي عم تعمله؟ من ضمن الفيلم. لازم يكون التلميذ حاضر الفيلم وبيعرف؟ لازم يكون التلميذ حاضر الفيلم، ولازم يكون التلميذ فهمان الفيلم، وهون بيجي دور المعلم، وهون بيجي دور الأهل بيساعدوا الولد على فهم الفيلم، لأنه أنا من خبرتي الماضية بعرف إنه الأولاد اللي حازوا على المرتبة الأولى والثانية والثالثة بالميراث هن الأولاد اللي دعمون أهلهم. مهم كتير دعم الأهل بالنسبة للأولاد. ماري، نحن بنشكرك. ثانك يو. والآن نلتقي السيدة ماري مراد، منسقة المدارس الثانوية. شو دورك بميراث بالبال ماري؟ ميراث بالبال مؤسسة غير تجارية تأسست برئاسة شادية الحجار. الأستاذة شادية مع حفظ الألقاب همها الوحيد هو إحياء اللغة العربية ببلد كأستراليا. كما تعرف أننا نعيش في وطن متعدد الحضارات والثقافات، ومعرفة لغة تانية في هذا البلد هي ضرورية لأولادنا. كما الكل يعتقد أن تعليم اللغة أمر سهل، وليس كذلك. الأستاذة شادية شرحت لنا تعليم اللغة سوف يكون بالغناء، بالرقص، بالرسم، بأسئلة. وأود أن ألقي ملاحظة هنا إننا نتبع البرنامج الأسترالي من خلال وضع الأسئلة باللغة الإنجليزية حول الثقافة. البرنامج الأسترالي يقول لنا عندما نعلم في المدارس الثانوية علينا أن moving between cultures علينا أن نتبع ماذا وضعته لنا وزارة التربية الأسترالية. وعندما تلقيت هذا الخبر، بما أنني معلمة في ثانوية رسمية للبنات، بتعلم اللغة العربية؟ أعلم اللغة العربية والفرنسية في مدرسة ويلي بارك العليا للبنات. بما أنني
أقوم بدور رئيسة قسم للغات في هذه المدرسة. لقد طرحت لمدير المدرسة، وهنا كانت المفاجأة، لقد تلقيت مساعدات وتشجيعات من المدير، من الأهالي من هم من خلفية عربية. شو كانت الطرح؟ شو طرحتي؟ طرحت أنه بدنا نعلم اللغة بطريقة نعطين أسئلة حول موضوع معين أو شخص معين مثل غادي ووجدت طريقة التعليم من خلال الأشياء المرئية سهلت لي المهام. صح. لقد وجدت تجاوب لا مثيل له. التلاميذ يحضرون هذا الفيلم وهم يغنون وهم يرقصون. أنا سبقتك ب30 سنة بمدرسة سيدة لبنان. عرفت إنه هالشيء بيعلم الأولاد اللغة من خلال المسرح. هلا هون الدولة الإسرائيلية ما كان عندها هالاشياء تقلنا علموا أولاد اللغات من خلال المسرح. كان همنا الكتب، همنا القواعد، همنا كيف الكتابة والقراءة. لكن المسرح وجدت فيه الطريقة الأسهل لتعليم الولد. صح. بما أنني منسقة في المدارس الثانوية، عندما يضعون اللجنة تضع الأسئلة نبعثها من خلال البريد الإلكتروني لجميع المدارس، وهنا دور المعلم أن يحضر الفيلم ويسهل طريقة شرحه للتلاميذ. ثم الدور الأساسي للأهل، لجنة الأهل تلعب دور أساسي ومهم. لا تعلم عندما السيدة شادية حجار أجرت هذه السنة احتفالا في البرلمان كم كانت دهشة الأهل كبيرة، وهذا أعطانا معنويات لا مثيل لها. من هذا المنطلق، بما أني معلمة وفي نفس الوقت معلمة اللغة العربية، أشكر كل ميراث على هذا المجهود الذي لا مثيل له في بلد كأستراليا. والآن نلتقي السيدة فيروز فارس، مشرفة على التدريبات وأمينة سر اللجنة. أمينة سر اللجنة يا فيروز يعني شغلة صعبة هيدي، شو بتعملي؟ هلا قبل ما نحكي عن أمينة سر اللجنة بدي أحكي بالنيابة عن لجنة الأهل، لأنه رئيسة لجنة الأهل ما قدرت كانت تكون معنا، فبدي أحكي بس كلمة صغيرة مختصرة عن لجنة الأهل إنه شو دورهم بالنسبة لميراث البال. لجنة الأهل عندها دور كتير فعلا إنه صعب، خاصة إنه السيدات اللي عم يشتغلوا معنا هن بيكونوا أولادهم بالمدارس اللي هي عم تشترك معنا، فهن دورهم الأساسي أصلا إنه لحتى ينسقوا بين الأهل وبين اللوت كوردينيتور بالنسبة للغة العربية بالمدرسة، وبنفس الوقت بناخذ تعليماتهم من اللجنة التنفيذية تبعت ميراث البال. هلا هالدور اللي بيلعبوه انه في شويه شغل بدأ ونتفه صعب، لانه بدهم يكونوا منصفين وعادلين بالنسبه للاولاد ولا لاهاليهم، ولانه بنفس الوقت اولادهم عم يشتركوا، عم بصير بتعرف اشياء بين الاولاد، يعني انه هيدا وهيدي قصص يعني منافسه. فبس بالرويه وبالحكمه وبإرشاد مدام شادية أكيد، وكلنا تحت جناحاتها. شو بتشرفي على التدريبات؟ مثل شو؟ هلا التدريبات هذه صارت، هلا التدريبات الجديدة صارت السنة، كل عمرنا بنعمل تدريبات، بس السنة دخلنا بشيء اسمه أوديشن كوميتي. الأوديشن كوميتي كنت أنا من أعضائها، تنخفف ضغط على بالريهرسلز على اللي بيعزف موسيقى معنا، ولجنة الحكم اللي بتكون موجودة كل جمعة معنا. برمنا على المدارس اجمالا وسمعنا كل الاولاد اللي بدهم يشتركوا. في اولاد مثلا انه يمكن هالغنيه ما بتلبق لهم، هيدي الغنيه بتلبق لهم مثلا. في اولاد مثلا منهم انه خرج انه كانوا يفوتوا على هالمسابقه مثلا، عطيناهم غير دور مثلا، وهذا خفف ضغط واعباء على لجنه الحكم وعلى العازف الموسيقى اثناء التدريبات. هلا كمان شيء جديد صار معنا، لجنه الاهل اشتغلت على نعم عملوا لوائح مثلا لكل مدرسه بمدرستها. صممنا نحن عندنا شيء، اخذنا شيء 6 فرايدايز، يعني بلشنا من اوغست لحديت هلا، وكل فرايداي كان في حدا من المدارس يعني مشترك، ويبعثوا لهم مثلا انتم اولادكم تنظيم الوقت طبعا حتى ما يصير في نطره كثير وهيك. هيدا الشيء كثير ساعد. هلا بنفس الوقت انا عم بكون مع العازف الموسيقى، عم بكون معه، عم نحدد التايمينج لكل ولد قديش، وبنحط مثلا شو الطبقه الصوتيه وشو كذا، عم بساعد كثير بهالاشياء يعني. وهذا سهل كثير امور للاولاد لحتى يتمرنوا ويكون كل شيء منظم وكل شيء بوقت. فيروز هلا بدي احكي برات من راس بالبال.
عندك بنتين كانوا يغنوا عندي بالمسرح صوتهم حلو، انت مين بالعائله صوته حلو؟ عندنا ببيتنا؟ ايه انا بغني وجوزي بغني والبنات كمان. طيب اوكي غني لنا شوي تشوف. شو بدي اغني لك؟ اي شيء. اي شيء؟ اي شيء. في يوم وليلة ليلة ليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. والآن نلتقي السيدة بشرى بيدون مشرفة على الرسوم والفنون التشكيلية واختيار الفائزين. شغلتك صعبة يعني بتعمل مشاكل لما بتنقي هالفائز وبتنسي هالفائز، شو بدك تحكي لنا؟ شغلة صعبة طبعا صعبة، لأنه في عن جد عند هالطلاب سواء القسم الابتدائي أو الثانوي عندهم قدرات تعبيرية بتخليك عن جد توقف أمام اللوحات الصغيرة اللي حاطينها وتفكر إنه كيف بدي قارن بين لوحة والتاني. هلا طبعا في كرايتيريا، ما بعرف بالعربي شو اسم الكرايتيريا، في حدود كيف بنناقش اللوحات. أول شيء بنعتمد على الخط. أنت بترسمي يعني؟ أنا رسام يعني. أيوة أكيد بتعرفي بس تشوفي الرسمة. أوكي، بس طبعا بضل في تشالنج، في يعني بتخاف إنك تقول هذا الطالب مثلا جايب الشكل ولكن هذا الطالب عامل خط أحلى، عامل تظليل أو مبتكر شيء جديد، عامل تظليل أجمل أو مبتكر شيء جديد. فهو كلياتهم بدك تدرسهم لما بدك تكون عم بتحكم على اللوحة. والسنة كان عنا بحدود 120 لل 130 طالب راسم رسمات كثير جميلة. هودي طلاب، هودي صغار، يعني انه المبدع ما بيأثر قديش المبدع ببين من هو من صغره. هلا طبعا نحن عم نعمل للابتدائي وللثانوي 3 جوائز، الأولى والثانية والثالثة، وبعدين الجائزة الرابعة. الجوائز مالية؟ لا، عبارة عن شو اسمه؟ ميداليات. عن تروفي، عن ميدال، ما بعرف شو اسمه بالعربي. اوكي ميداليات. اوكي ميداليات. هلا 4 للابتدائي و4 للثانوي، وعن جد تقعد ساعة عم بتتفرج على آخر 4-5 صور لتقرر أي هي الأجمل أو أي هي الأفضل، أي هي اللي عاملة تشابه، أي هي اللي فيها وجهة نظر جديدة، فكرة جديدة بالفن. فالعمل صعب. السنة القادمة إن شاء الله عم أفتش على فنانة ثانية توقف معي أو فنان نكون رأيين أحسن من رأي، وإن شاء الله بننجح. واللي مبسوطة بالعمل أنا مع لجنة الميراث إنه كل وحدة منا عندها اختصاصها وعم بتتابع اختصاصها بجدية وبوفاء وبعطاء ما بتلاقي منه. يعني كتير حلو الجمال. بتلاقي إنه الشادية موزعة أدواركم يلي كانت مدايت لي 6-7 لوين بدي يحطون جايين بالبوسطة يعني. للحقيقة موزع الأدوار وعاطي الأدوار بشكل جيد، يعني كل واحد من هيك نجحت ميراث في البيت. مشان هيك نجحت. هلا إذا بتلاحظ أنا حضرت الجالا داي السنة الماضية، نظرة الفرح والسعادة بعيون الأطفال لما بيطلعوا على المسرح وبينزلوا ما بتشوفها وين ما كان. يعني أنا بعرف هالشيء. وبتحس إنه هذا الطفل هذا اللي ربطته غصب عنك بلغة هي لغة أهله، هو ده نوع بس هي لغة أهله، هو بالأول ما كان عارف إلى قيمتها، ربطته من خلال أغنية، من خلال رسمة، من خلال فيلم بهاللغة. قديش بعدين بالنهاية بده يرجع ينطلق ويعطي. يعني الله يقويكم بشرى. نحن بنشكرك كثير. ممنونتك كثير.